عم تدوري على وصفة رز ما ينمل منها وكل العيلة بتحبها؟ أكيد ما إلك غير وصفة الرز ببازاليا. رح أعملها بطريقة بسيطة ونكهة غنية، ومع إضافة مكون رح يخليها نفس طعمة الأوزي الشامية. قبل ما نبلش بالوصفة ياريت ما تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس وتحطولي لايك وتعليق حلو متلكن إذا عم تحبوا الوصفات اللي عم قدمها أو إذا جربتوها. يلا نبلش. بنقول بسم الله. أول شي بطنجرة على النار أنا ضفت معلقة كبيرة من السمنة ومعلقتين كبار من الزيت. يفضل تكون طعمة السمنة طيبة لأنها هي بتعطي النكهة للرز، والزيت بخلي الرز يطلع مفلفل وعم يلمع. ضفت عليهم ورقتين غار وعود قرفة، هذا الموضوع اختياري بس بيعطي نكهة كتير طيبة للرز. وبعدين ضفت عليهم البازاليا وشوحتها مع السمنة كتير منيح. طبعا إذا البازاليا اللي عندك كتير مستوية فما فيك تعملي هاي الخطوة، بتضيفيها بالأخير وقت تهدي على الرز. هلأ ضفت كوب من الرز مغسول كتير منيح. أنا استخدمت رز حبة طويلة، فيكن تستخدموا الرز الحبة قصيرة ما في أي مشكلة. ملحت بمعلقة صغيرة ونص من الملح، وضفت عليهم رشة فلفل أسود. كمان رجعت قلبت الرز كتير منيح لحتى يتشرب كل كمية السمنة والزيت. هاي الخطوة كتير بتفيد إن الرز يطلع مفلفل وطيب وبياخد نكهة السمنة كلها. ضفت عليهم كباية ونص من المي السخنة، فيك تضيفي مرق دجاج إذا متوفر عندك أو مرقة لحمة. وإذا مستخدمة الرز الحبة قصيرة فبصير لكل كوب رز كوب وربع من المي. وتركتن على نار عالية لحتى تنشف المي تقريبا تبع الرز. بعد ما يصير بهالشكل أنا بوطي النار على أهدى حرارة وبترك الرز يتهدى. وهيك الرز صار معنا جاهز. شوفوا المنظر شو حلو، والريحة بتاخد العقل، والرز كل حبة بحبتها ومفلفل وعم يلمع بشهي القلب. هلا هون أي نوع مكسرات متوفرة عندك بتضيفيه، وكنت مقلية بشوية سمن اللحمة مع شوية بازاليا ضفتها كمان اختياري. بعدين سكبت الرز. شوفوا المنظر عن جد لحاله حكاية. وهون السر اللي بيخلي طعمته نفس طعمة الأوزي تماما. أنا حطيت رقائق بالفرن مع شوية سمن لحتى تحمرت وضفتها. ما في داعي تتعذبي بلف الأوزي إذا ما عندك وقت ومشتهيتيها، بس بكفي تضيفي الرقائق عليها وبتطلع نفس الطعمة. وقدمت مع اللبن بخيار، وألف صحة وهنا.